السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الفضليات، أحييكن بتحية أهل الجنة، وطبتم وطاب سعيكن. أخواتي، أستهل قولي بقول الحق سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. صدق الله العظيم. أخواتي، عشنا أجواء حماسية مع فوز الفريق الوطني اللي كنعتزوا به واللي كنعتبروه مفخرة لينا. أنا عارفة على أنه كاين اللي غادي يقول عطينا لهذا الحدث أكثر من الحجم ديالو ونسينا أشياء أخرى اللي هي أهم. حنا الحمد لله ما كنساو حتى شي حاجة. أي حدث كيجي كنعيشوه القرح وكنعيشو الفرح، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. غير هو اللي كاين أن هذا الفرح هذا خدا واحد الأبعاد أكثر من مجرد فوز. اعتبرنا حنا هذا الحدث هذا الرياضي هو جهاد في سبيل الله، فهناك من يجاهد بالسيف وهناك من يجاهد بالقدم، وحنا كنحاربوا العدو دائما بسلاحه، فإن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذا كانوا الكفار كينقصوا من القيمة ديالنا وكيحطوا من مستوانا، فالله كيرفع من شأننا بإعلاء كلمة الحق ونصرة الإسلام. فكنلقاو لا حول ولا قوة إلا بالله طالبات محتجبات يفرض عليهن إزالة الحجاب باش يدخلوا للجامعات ويقراو، ولا باش يقضيو مصالحهم، وكأننا تحت رحمة هاد الكفار هادو. جاء بوفال والله يرضي عليه وعنق الأم ديالو وسط الملعب باش يبين الكل أن هاد الأم المحتجبة، هاد الحجاب اللي احتقرتوه، أن هاد الأم المحتجبة الملتزمة المتدينة هي اللي صنعت هاد البطل اللي وقف وجها لوجه أمامكم، واللي خرج رولاندو كيبكي. وجا الأسطورة اللي هو المدرب الركراكي جا باش يبين لنا أن منية حاجتهم قضية. يعني أشنو كيعني هذا؟ أن المغاربة عندهم نية صادقة، قلب طيب، أخلاق عالية، وإيمان بالله قوي كيجعلنا ننتصروا رغم احتقارهم لنا. إذن منتخب الأسود عرف بسجدة الشكر لله، ما كيرجعش الفوز للقدرة البدنية ولا التدريبات أو خطة المواجهة ولا التكتيك ولا غير هذا، ولكن كيرجع الفضل كله لله سبحانه وتعالى. وهذا في حد ذاته راه انتصار المسلمين. شنو بغينا أكثر من هذا الشيء؟ انتصار المسلمين، انتصار الإسلام، انتصار لله ونصرة لله. فلماذا لا نفرح؟ نفرح ونفرح ونحن دائما في المباح. وكيف كنقول دائما، حتى شي حاجة ما كتلهينا على الصلاة ديالنا وعلى ذكر الله وعلى الورد ديالنا. فأخواتي، فريقنا الوطني محتاج لنا أكثر من الأيام اللي سبقات. محتاج لنا بالدعاء للفوز. أخواتي، لا تبخلن أبدا على من أعلى راية الإسلام وسط الكفار. ففي المسيرة الخضراء مشينا وكان سلاحنا هو كتاب الله، هازينو بين يدينا وغاديين لمواجهة العدو. عندنا كتاب الله في يدينا، والتاريخ يعيد نفسه. فالمنتخب ديالنا الوطني كيلعب بالقدم ويصيب الهدف وهو حامل لكتاب الله، ماشي حامله في يديه ولكن حامله في القلب ديالو. وهذا الشيء كيبان على وليداتنا اللي كنعتزوا بهم واللي كنعتبروهم جزء منا. كيبان ليهم في تأدية صلاتهم قبل الدخول الملعب، في الدعاء ديالهم، فرضة الوالدين، في سجدة الشكر، في الاعتراف بالجمهور وبالشعب المغربي اللي كيساندهم، حبهم لبعضهم بعض، التآخي والألفة اللي ألف الله بين القلوب ديالهم، لدرجة أن بونو ملي عطاوه واحد الهدية أعطاها لنصر الله اللي سجل. إذن هذا إثار، هذه تضحية، هذه ألفة بيناتهم. إذن ندعو الله في هذه الأيام المتبقية، هذه يومين هذه إن شاء الله، بهذا الدعاء وليكون الشعار ديالنا: يا من سجد له الكون والبشر
فإن كان الدعاء يغير القدر فانصر فريقنا في قطر. اللهم إني داعية فأمنوا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من قدرته بين الكاف والنون، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا من سجد له الكون، يا من جعل الحق فوق الباطل، يا من نوره أضاء الكون. اللهم ربنا انصر الإسلام والمسلمين وأعل راية الإسلام. اللهم إننا نجعلك في نحورهم ونستعيذ بك من شرورهم. اللهم وفق طريقنا الوطني إلى الفوز. اللهم يسر أمرهم واحميهم من كل شر. اللهم اجعل المرمى هدفهم وأنزل السكينة والطمأنينة في قلوبهم. اللهم اجعلهم ممن قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعلهم في نعمة منك وفضل لا يمسسهم سوء ولا يخوفهم الشيطان وأولياءه. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أخواتي، لا أريد تعليق ولا أريد شكر، فالشكر لنا جميعا، ولكن أريد تطبيق. أخواتي ارسلوا هذا الأوديو، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير، لكل المجموعات، فهو أمانة لكل مغربية مسلمة تحب وطنها، تحب